اجيو شوفوا معايا السي عبد المجيد في واحد المؤتمر علاش كان كيتكلم. انا فاهم وراني جزائري، ماني جاي من المريخ. الجزائر بدات تتمس وتمست وفقدت التوازن تاعها، وكانت عرضة لكل الرياح. يوم قضاو على الطبقة الوسطى نتاعها حطموا لابار ستابيليزاتريس تاع الطوموبيل، تقدرش تمشي سوية. كسروا المعلمين، كسروا الموظفين، كسروا هذه، كسر هذه، كسر هذه، تصبح فيه طبقة تاع البؤس والطبقة الكافرة بنعمة الله. من 5 تاع الصباح باش يصحلوا ساشي تاع حليب، وهذاك عنده الطيارة تاعو واجدة، بغا يمشي يحضر في سهرة في باريس يقبل الطيارة تاعو على 9 ويرجع كيما حب، طيارته خاصة. هذه الجزائر اللي خلوها لنا قنبلة مؤقتة. بصفتو كرئيس دولة، حنا كنعرفو مثلا رئيس دولة إلا كان عنده شي مؤتمر غادي يهضر على الإنجازات اللي دار وعلى الإكراهات اللي كيواجهها وشنا هي الحلول اللي يمكن له يدير باش يواجه هاد الإكراهات، وعلى المشاريع اللي تحققات واللي مازال في طور الإنجاز وفين وصل المستوى ديال الدولة، وشنو هي النظرة المستقبلية والمشاريع اللي كيخدموا عليها. أما السي عبد المجيد كان عنده رأي آخر. السي عبد المجيد اسيدي مازال كيهضر عليهم على الحليب، على الأزمة ديال الحليب، وعلى واحد قال لك اسيدي عنده الطيارة ديالو يمكن له يمشي يتعشى في باريس ويرجع يبات في الجزائر، وبأنهم كيحاربوا الطبقة الوسطى اللي هي كتكون رابط الوصل ما بين الأغنياء والفقراء باش كيكون واحد التوازن ما كتخليش الخلل. لأن فاش كتترك هاد الطبقة كتبقى الدولة فيها إما فقير، على ذكر هاد الفقير نفكروا بها سعيد الناصري، مقرد، الدولة إما كيبقى فيها مقرد وواحد لاباس عليه، يعني داك اللي ما بينه وبين ما كاينش، اللي غادي قد اللي غيوازن الكفة ما كاينش. والسي عبد المجيد كيهضر على هادشي هذا وهما جالسين كيصفقوا، هو تيقول من الحليب ما كاينش وهما كيصفقوا، هو المسؤولين اللي هما المسؤولين كيصفقوا على الحليب ما كاينش، بحال هما ما عندهمش اليد في هادشي هذا. هما مساكن هي جابوهم كيقولوا لهم الرئيس غادي يخطب وانتم بقى تصفقوا وصافي، وهما المسؤول الاول والاخير على الازمه اللي راها في الجزائر ديال الحليب والسميد والغاز وزيد 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 والزيت كيصفقوا مساخط الوالدين وناشطين كبحال الا هما ما عندهمش اليد في داكشي كاع. وشكون مسؤول على هادشي؟ الا ما كانش الرئيس ديال الدوله والوزراء اللي دايرين به ودوك رجال الاعمال، شكون غيكون المسؤول؟ اش ديروا لصقوا على داك السيكوريتي اللي مسكين في الباب وقولوا له راه هو المسؤول على هاد الازمه هادي اللي راه واقعه، وكيصفقوا بلا حياة بلا حشمه بوجههم محمر جالسين كيصفقوا. وانتم راه خصكم تندبوا، خصكم تبكيو، صيفتكم مسؤولين وما قادرين توفروا الحليب والمواد الاساسيه للشعب الجزائري، راه خصكم تبكيو ماشي تصفقوا وتضحكوا. كيفاش غنقولوا اللي طالله هو هذا، قطع الله يدير الخير.